بسم الله، لو كتبت لك الكود ده في جافا سكريبت تتوقع هيطلع ايه؟ ترو. ده ابسط حاجه يعني. 1 من 10 زائد 2 من 10 وبيقارن 3 ايكوالز 3 من 10. فممكن تقول ترو، ولكن هي الاجابه هتطلع فولس. زي ما انت شايف كده فولس. ليه فولس وازاي فولس؟ لان الكمبيوتر بيتعامل مع الارقام العشريه اللي هي مش بتتخزن بالظبط زي ما بنشوفها. يعني الكمبيوتر بيخزنها بنظام اسمه باينري فلوتنج بوينت. ده يعني الارقام الثنائيه اللي هو انت لو حتى فكرت تخزنها او فكرت تجمعهم وتخزنهم، هيطلع رقم مش طبيعي. هيطلع رقم مثلا زي الرقم ده، لما تيجي تتعامل معاه او لما تيجي تخزنه هو هيبقى رقم الى ما لا نهايه. يعني هو هيبقى بوينت و3 بوينت 4 او بوينت اي حاجه بعد ما تجمعه، هيبقى اصفار كتير وارقام واعداد كتير. فعشان كده المقارنه بتقول لك اللي هي 3 ايكوال دي، المقارنه الصارمه دي بتقول لك ايه؟ ان ده مش نفس الرقم بالظبط، فعشان كده الناتج بيطلع فولس. فعشان كده احنا لو عايزين نطلعه ترو هنعمل ايه؟ في حاجه تانية لو طبعناها زي الماس دي، لو استخدمنا الداله بتاعت الماس دي، فدي بالظبط كده هتطلع لي ترو زي ما انت شايف كده. ولكن احنا هنشرحها في فيديو تاني بالتفصيل، يعني ايه ويعني ايه ماس دوت ابس، ويعني ايه حطيناه كده ليه عشان يطلع ارقام دقيقه او ارقام تقريبيه فيطلع ترو. ولكن اللي احنا بنشرحه النهارده اللي هو انا لما بقارن ارقام عشريه، الكمبيوتر نفسه بيخزن الارقام العشريه مش زي ما احنا متخيلين او مش زي اللي احنا بنشوفه ده. لا، هو اللي بيحصل في جافا سكريبت هو مش غريب جدا، ولكن هو دقيق قوي. يعني هو الكمبيوتر بيتعامل مع الارقام دي ارقام كبيره جدا، ارقام مبالغ فيها، فعشان كده مش بيطلع الاجابه دقيقه او مش بيعرف يقارنهم فبيطلع فولس. شكرا.